صباح الخير يا وجوه الخير، صباح الخير إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرة الأحوال؟ اليوم جيت نهضر في موضوعين، واحد صار واحد شوية صعيب ولا ما فهماش في الحقيقة. الموضوع الأول صار هو صراح، ماشي صراح، هو بان لينا بأن المعلم سعد المجرد آه، كان ضحية عملية نصب وابتزاز. ملي ما قدروش يبتزوا منه الفلوس ويكون ضمن العصابة ديالهم، ناضوا داروا له هاد الكمين، لأن من النهار الأول كانت الصحافة الفرنسية، لأن الصحافة الفرنسية ميم لا تلفزيون فرونسيس هضرت على هذا الموضوع، كيفاش داك المصور تو سويت جا وخاد ديك التصويرة. وها هي تبين لنا مؤخرا بأن الصحفي اللي خد التصويرة كان مغربي وكان من مجموعة حمزة مونبيبي. إن الله يمهل ولا يهمل. الحمد لله ما كناش باغيين ليه داك الشيء. وانا في الحقيقه ما كانش كيسحبني المغاربه اللي داروا لي هذه اللعبه، انا يسحبني شي شركات، مثلا استسمح للاخوان المصريين، انا يسحبني شي شركه مصريه ديال الاخراج، ولا شركه لبنانيه، ولا شي مغني كبير، ولا شي حاجه يمكن ما سيناش معاهم وداروا له هذه اللعبه، لان انا عرفتها لعبه، لان في الليله ديال السهره ديالو غينوض هذا الشيء كله، اذا كاينه شي لعبه. ولكن الحمد لله راه اعترف الصحفي اللي خد التصويره، واعترف بانه لقى تعليمات باش يدخلوه في كمين. وديك السيده اللي ادعت بانه اعتدى عليها جنسيا، هذيك السيده معروفه، سيروا غير الفيسبوك وسيروا شوفوا الصور ديالها. هذيك شابه ما عندها لا خدمه لا ردمه، كتقلب باش تحسن المستقبل ديالها وباش تبان. راه دارت ديك المسلسلات ديال 2 دريال ديال لا تيلي رياليتي، ما كانش حتى كتبان فيهم. وبعد الفضيحه مع سعد المجرد راه تشدات وهي كتاجر في المخدرات ما بين بلجيكا وتونس، راه باقا ماشي في تونس، ما بين بلجيكا وسويسرا مع واحد التونسي، وراه هي دابا غادي تحاكم محاكمتين. والحمد لله على سلامته، كنتمنى تبان البراءه ديالو. علاش خوتي المغاربه؟ ماشي حيت مغربي دار شي فضيحه، مواطنين عاديين ولا معروفين كيديروا فضيحه كنوضوا نبداو نسبوا ونعايروا فيهم. سعد المجرد ما النهار الاول كانت باينه كاينه شي قضيه، يا كيلكو شوز كي كلوش، والحمد لله هي بانت. وعلى سلامته وعلى سلامتنا كلنا المغاربه، لان ملي كيكون عندنا شي مغربي ولا مغربيه معروفه عالميا وكطرا شي فضيحه، حتى حنا كنتقصحوا شي شويه، لان كنقولوا مغربي ديالنا بغيناه يتعرف بشي حاجه زوينه. وكنا فخورين بسعد المجرد كما كنا فخورين بنعيمه سميح، بعزيزه جلال، بلطيفه رأفات، وبزاف د الاسماء اللي كتمشي كتخدم في الخارج وكتبقى السمعه ديالها طيبه. هذا الموضوع انتهينا منه. الموضوع الثاني يا خوتي هو الموضوع ديال ديك أمينة حيدر. أمينة حيدر مشيت هذا الأسبوع كله وأنا كنشوف الفيديوهات اللي كدير كلهم كتعاير المغرب، كتعاير المغرب بشكل زعما معيق بزاف كاع. وما فهمتش علاش الدولة المغربية ولا الوزارة ولا البوليس ولا السياسيين ولا الصحراويين ما كينوضوش ضدها. علاش عمرها ما تكونفوكات؟ علاش عمرها ما علاش كتسب المغرب، كتعير المغرب وكتقول لك هي ماشي مغربيه والصحراء ماشي مغربيه وهي عايشه في المغرب؟ علاش ما تاخذوش السلطات المغربيه المعنيه ما تاخذوش شي حاجه ضدها؟ علاش ياك هي ماشي مغربيه تحط الباسبور المغربي، تحط هذيك لاكارت ديدونتيتي ماروكان، تحط داك الشيء، ماشي مغربيه وسيري للبلاد اللي بغيتيها. هاد السيده ما متقفاش، شاده الباك في الليتر مودرن، ما قارياش تاريخ المغرب. هاد السيده باش تعرف واش الصحراء مغربيه ولا ماشي مغربيه تمشي تقرا تاريخ المغرب. هي ما كتعترف لا بمغاربه. الامازيغ كتقول لك ما كتعرفهمش، ما كاينينش.
ما باغا تبدل لينا كل شيء في المغرب، باغا تنوض العرب مع الامازيغ مع ريافه مع صحراء. لا، الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. ما عندها لا ثقافه سينيه، ثقافه سياسيه، ما عندها لا ثقافه دينيه، ما عندها لا ثقافه وطنيه، ما عندها حتى شي حاجه. كتصيفط الفيديوهات عامرين غير بالكذوب. انا ملي شفت الفيديو اللي دارت في المطار وقالت لك بان الدوله المغربيه والبوليس المغربي وداك التخربيق كلهم تعداو عليها وحرموها من الحقوق ديالها، لا ماشي. لا، المراه فيها لو كورونا. عندك الكورونا ما يمكنلكش تخرجي من المغرب، ما يخليوكش تركبي في الطياره. هذا قانون ولا دولي دابا. سيري الدواي، بقاي في الكونفينمون 14 جوغ، وعاد لا بغيتي تسافري وتسافري. وكنتمنى المره الاولى لا بغيتي تسافري ويشدوك ويديروك رهنا الاعتقال، لان مغاربه قل منك. الا كنتو كتذكروا اخوتي خواتاتي دوك الشباب هذاك اللي من مكناس مسكين عنده 17 عام راه كيدوز الباك هذا العام، وهذاك اللي حتى هو من الصحراء المغربيه من العيون حتى هو ولا قريب للعيون، شدوه لانه دار واحد المقطع من واحد الاغنيه في لاباج ديال الفيسبوك ديالو وتعتقلوا مساكن. هما عندهم غير 17 عام، وهادي اللي عندها كذا و50 عام ما شدوهاش. علاش؟ هادوك بعدا صغار ما عندهمش العقل، مراهقين ثوريين بحالنا ملي كنا صغار حتى حنا اي حاجه كتخالف شي حاجه كنبغيوها، لان الشباب طبعه ثوري، كيبغي اشياء جديده، كيبغي يغير اشياء. وهاد السيده اش بغات تخرب البلاد، بغات تخرب منطقه. لا، خاصها كونفوكاسيون وخاصها نعرفوها علاش كدير هاد الشيء. ما فهمتش على السلطات سامحين ليها كتحل فمها. الا كانت اسبانيه تمشي لاسبانيا، واش عندها باسبور اسباني هو اللي حاميها؟ حيت بقيت كنحاول راه دوك الفيديوهات كذوب، كاذب على كاذب. مازال كون كانت كتقول لا المغرب ما فيش لا جوستيس، فيه الفساد، فيه تهضر على شي مواضيع غادي نفهموها، عندها الحق تهضر عليها. ولكن باش تجي تقول لك الصحراء ماشي مغربيه، اشنا بغات تكون هي الرئيسه ديالها ولا الملكه ديالها ولا الاميره ديالها ولا شنو؟ احنا مداورين باصدقائنا صحراويين، حنا مجوجين بصحراويين كلهم كيامنوا بان الصحراء مغربيه. الصحراء مغربيه. الصحراء اسبانيا خدتها من المغرب، وملي رجعتها اسبانيا رجعتها للمغرب. هاد السيده عاوتاني كدور ملي سالات من داك الفيديو ديالها فيها الكورونا. السلطات الطبيه ديال المطار اعترفوا بان فيها كورونا، ما خصهاش تطلع للمطار، وناضت بقات كتسارى ما بين عباد الله. اذا هذه فوضويه. هذه لما شدوهاش على الكلام اللي كتقول، خصهم يشدوها على كورونا، يديوها ويجلسوها في شي بلاصه بز منها 14 يوم وتخلصها هي من جيبها. واش حنا كيقولوا لنا ما تخرجوا ما تدخلوا ما تمشيوا لهنا ما تمشيوا لهنا الا باذن او بتصريح، وهي لا تجول وتصول في البلاد. هذه شكون اللي حاميها؟ بغينا نعرفوا شكون اللي حاميها. واش المغرب غادي يخاف منها؟ لي زافوكا غيخافوا منها؟ الدوله راه عندهم باش يشدوها. حنا راه ما عندنا اوكان بليزير باش تشد في الحبس، غير بغينا نعرفوا هاد السيده لا كانت مسطيه تمشي للسبيطار الحماق، الا كانت ما عجبهاش المغرب تخويه، لا كانت مريضه تبعد من الناس لان غتأذي لينا الناس. دابا انا متاكده من دابا 3 ايام 4 ايام هادوك الناس كاع اللي دارت بهم و20 ولا ما عرفت شحال من واحد، هادوك كلهم غتجيهم الكورونا. علاش السلطات ما كدير والو؟ راه هادشي اللي عندنا في المغرب ما كنعرفوهش. واحد الموضوع بغيت نهضر عليه. المغاربه كيديروا خليط ما بين مواطن كينوض كينتقد البلاد وواحد خائن ولا معارض. راه هذه هي الخائنه، وراه هذه هي المعارضه اللي نايضه كتعاير في البلاد وفي الحكومه وفي الدوله وفي السياسه وفي الملك، حتى حاجه ما عجبها في البلاد. راه هذه هي اللي خطيره ودايره عصابه، وكتصيفط فيديوهات لاسبانيا وكيجيو لفرنسا وكتقول لهم حرقوا العالم المغربي. وينوض شي واحد في امريكا يحرق العالم الامريكي، ولا واحد في المانيا يحرق العالم الالماني، ولا في فرنسا، لا غادي تشد تو سويت في الحبس، تو سويت
في الحبس وعنده غرامه، ولا غيديروه في سبيطار الحماق، لان ما يمكنلكش تشد واحد العالم رمز البلاد وتحرقه، ما يمكنلكش، سي امبوسيبل. ما عجبكش لالا، ما عجبكش المغرب، ما عجبكش الصحراء، ما عجبكش النظام ديال المغرب، ما عجبكش السياسه ديال المغرب، خرجي من المغرب صافي، خرجي من المغرب. الصحراء راه مغربيه، خرجي منها لالا وسيري عيشي في بلاد واحد اخر، حتى واحد ما يمنعك. والصحراء راه ماشي مغربيه. الصحراء كتقولي ماشي مغربيه، عفوا كتقولي الصحراء ماشي مغربيه، الصحراء مغربيه ابا عن جد، وغتبقى الصحراء مغربيه. ما عجبكش سيري خصي عيشي في السنغال، سيري عيشي في موريتانيا، سيري عيشي في اثيوبيا، راه وجهك بحال شي ديال شي اثيوبيه، وقيلا انت ماشي مغربيه. اما حنا فحنا مغاربه، والصحراء كنبغيوها، وضحينا بفلوسنا وتخادوا لينا الفلوس ودرنا مشاركات. كنت انا باقا يلاه تخرجت استاذه، وكانوا كيحيدوا ليا 200 درهم من الخلصه ديالي باش تمشي للصحراء، مساعده للصحراء. اذا ماشي الان تكبرت عاد غنسامح في الصحراء، حتى واحد ما غيسامح في الصحراء، لا ولادنا لا اللي كبر منا اللي صغر منا. فالصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه. وبغيت ندير واحد تحيه اخلاص ووفاء للقوات المسلحه الملكيه اللي داروا واحد التدخل انيق انيق انيق، دخلوا بسريه وبنظام وبتكتيك جميل، بلا دماء، بلا نفوس تموت، افيك بوكو دو كلاس. دخلوا وتركزوا ويبقاو داخلين. وديك الفيديوهات اللي خرجوا اللي كيبانوا لينا، والله الا كنضحك، كينوضوا هاد الانفصاليين اللي هما اللي بصح انفصاليين، هما بصح الانفصاليين اللي كيخرجوا وكيديروا لنا فيديوهات على الصحراء وشي تخربيق. يلاه بانوا ليهم لي طونغ ما عرفت شحال من كيلومتر هما غاديين كيجريو، والصنادل مرميين والعيالات كيغوتوا وكيبكيو او لا 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 لا. هذه هي الرجوله ديالكم. بغيت هاد الصحراويين هاد الانفصاليه الخائنين سيروا شوفوا ديك امينه الفلوس اللي كتدخل واللباس اللي كتدخل اللي كتلبس، واش نتوما شادينو باقيين كتضاربوا على الخبز، والخبز كارم ديال 3 ايام كتبقاو تاكلوه. هذيك راه غير كتستغلكم وكتربح الفلوس على راسكم. هادشي اللي بغيت نقول، لان خاص الوعي. الواحد ملي يقول الصحراء مغربيه راها مغربيه، راه العالم كله كيعترف بان الصحراء مغربيه. الدول اللي مصاحبه معنا واللي ما مصاحباش معنا كتقول لك بان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، والى لقاء في فيديو مقبل.